هاتي كرتونة وقصيها وبالمعلقة بس وهنعجن أحلى توست ريتش باك بالرد أو بالحبة الكاملة. صحي جدا ومن غير مكونات مش صحية ويفضل محافظ على طراوته لحد آخر لقمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي نص كيلو من زي الحبة الكاملة ومع ربع معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من العسل الأبيض ومعلقة كبيرة من الخميرة، 3 معالق كبار من زيت الزيتون و300 مل من المية، يعني بالكوباية كوباية ونص من المية. هنزل المية بتاعتي ومعاها الخميرة والعسل الأبيض وابدأ ان انا اقلبهم كويس كده مع بعض. بعد كده هنزل عليهم زيت الزيتون، وده تقدروا تستغنوا عنه او تستبدلوه بزيت ذرة، المتوفر عندكم استعملوه. هنقلب الكلام ده كله. احنا هنا مش هنعجن، مش عايزين نفعل الجلوتين اللي في الدقيق او في العجين بتاعنا علشان ما يبقاش مش صحي ويبقى متعب للمعدة. احنا عايزين نعمله صحي بقدر الامكان. هنا هنقلب بس يدوب ان العجين بتاعنا يختفي. الاول حطيت كوبايه ميه مع الخميره وخليت النص كوبايه التانية على جنب بعجن بيه. بعد كده جبت معلقه قويه شويه، ويستحسن تستعملوا معلقه خشب او معلقه سيليكون تكون يعني جامده شويه في العجين بتاعكم. هخلطها كده كويس قوي. هتكون عندي عجينه طريه وبتلزق. العجينه بتاعتي مايله للطراوه ولكنها مش سايله. بدات ان انا الفها كده بشويه من زيت الزيتون في ايديا كده كويس قوي، وبعدين في طبق فاضي وواسع علشان نديها راحتها. احنا عاملينها بميه فتره علشان نعمل تخمير بطيء علشان تطلع معانا واخده قوام ممتاز. بقى ما عندناش قالب توست ومحتارين وعايزين نعمله، يبقى كرتونه فاضيه وهنجيب اي مقالب واخد شكل مستطيل عندنا، سوري اي قالب واخد شكل مستطيل عندنا، وابدا ان انا اقطع الكرتونه بتاعتي بمقاسه والفها بورق الفويل زي ما انتم شايفين كده. ورق قالب دهنته بقى دهنه خفيفه من الزيت وبطنته بورق الزبده وحطيت فيه الورقه بتاعتي. اللهم بارك، العجين بتاعي خد نص ساعة بالظبط، كان اختمر ناجح جدا وحلو قوي. الخميرة بتاعته حلوة، ما فعلناش فيه جلوتين فمش هيكون بيشد، ممتاز جدا وبأبسط طريقة هتعملوه من غير ما تعجنوا. ما تنسوش بقى ان انتوا لو لسه واصلين لحد هنا ومكملين تقولوا لي عايزين ايه تاني وصفات بالحبة الكاملة، وبتفضلوا اكتر الرز سوري التوست بالحبة الكاملة ولا التوست الاسمر الابيض. طيب بعد كده بدأت ان انا افرد العجينة بتاعتي بايديا، واللهم بارك طرية زي ما انتوا شايفين وبتتمسك بسهولة، يا دوب على دهنة خفيفة من زيت الزيتون فردتها. هبدأ ان انا اقفلها كويس قوي كده وهنزلها في القالب اللي احنا شكلناه. بدأت ان انا بايديا كده افردها. ونسيت اقول لكم زي المعتاد ان احنا قبل ما نشتغل خالص في اي العجين بتاعنا في وقت التشكيل من بعد ما عجناه وحطيناه يبقى هنبدأ نسخن الفرن. يعني انا ببدأ افرده وهقفله وبدخله. هنا لقيت ان العجين بتاعي هيخمر وهياخد حجم زيادة، حطيت له مج كده جواه وما حصلوش اي حاجة علشان الناس اللي هتقول ممكن يفرقع في الفرن. هشيل الورقة بتاعتي، خد معايا في الفرن بالظبط 35 دقيقة وطلع بالحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. استنوه يبرد، ما تعملوش زيه، ومع ذلك اللهم بارك حتى لو قطعته سخن فهو متماسك هش وطري، مقرمش من بره كده، في كراست حلو قوي، قرمشه مع طراوة جوه بقى، يا نهاري على حلاوته. هستنى تجربوه علشان تتأكدوا بنفسه. احفظوه في اكياس صغيره وتقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر لوقت ما تحتاجوه، او حتى تاكلوه فريش مع جبن صحيه او اي حاجه مناسبه ليكم. هستنى بقى رايكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو. صح وهنا.